معايا بلد عظيمة زي مصر كانت تحت حكم الرومان سنين طويلة. فجأة بيتغير كل ده في لحظة تاريخية، وهي كانت سنة 641 ميلادي. ازاي دخل الإسلام مصر؟ وليه المصريين ما قاوموش زي ما ناس كتير كانت متخيلة؟ وازاي تحولت مصر بعدها لواحدة من أهم مراكز الحضارة الإسلامية؟ النهاردة هنرجع بالزمن ونعيش مع بعض قصة فتح مصر ونشوف ايه اللي حصل فعلا، وازاي اتغيرت حياة المصريين بعد الحدث ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض درس جديد وهو أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي. قبل دخول مصر للإسلام كانت مصر تحت حكم الدولة الرومانية اللي هي البيزنطية، وطبعا الحكم ده ما كانش سهل على المصريين لأن كان في ضرائب كتير ومتعبة، زائد اضطهاد ديني المصريين لأن الرومان كانوا بيخالفوهم في المذهب، زائد كمان تحكم شديد من الحكام الرومان في شؤون البلاد. يعني ببساطة كده المصريين كانوا بيعانوا سياسيا واقتصاديا ودينيا. وهنا بنسأل سؤال مهم، يا ترى لما يحصل تغيير في الحكم بعد معاناة طويلة الناس هتبقى حسب ايه؟ وده اللي هتفهمه لما ندخل ونشوف دخول عمرو بن العاص لمصر لفتح الإسلام. أول نقطة في درسنا سنة تانية وهو الفتح الإسلامي لمصر اللي كان في 21 هجرية سنة 641 ميلادية. أول حاجة فكرة الفتح الإسلامي أو إن مصر تفتح إسلاميا، الفكرة دي اتعرضت مرتين. أولا الفكرة دي كان في نشر الإسلام كان منذ عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لما أرسل كتاب للمقوقس حاكم مصر اللي هو كان حاكم من الرومان بيدعوه للإسلام. ولكن الفكرة دي رجعت من تاني في فتح مصر لما أشار عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب إن هو يفتح مصر. طبعا الخليفة عمر بن الخطاب كان موافق جدا على إن هو تفتح مصر، وأمر بخروج الجيش بقيادة عمرو بن العاص من فلسطين ويتجه إلى مصر. الجيش ده نجح إن هو يفتح المدن المصرية من مدينة العريش اللي موجودة في الشرق حتى وصلوا إلى مدينة الإسكندرية اللي موجودة في الغرب. طبعا من بين العريش والإسكندرية فتحوا مدن كتير، منها الفرما وبلبيس وعين الشمس وأم الدنين ودمنهور. عقد عمرو بن العاص صلح مع المقوقس اللي هو كان مفروض إن هو حاكم مصر في التوقيت ده، وعرف الصلح ده باسمه صلح الإسكندرية. طبعا الصلح ده اللي كان بين عمرو بن العاص والمقوقس كانت من أهم شروط الصلح إن أول حاجة تعقد هدنة مدتها 11 شهر، مفيش أي حد من الطرفين يقوم بأي عمل حربي ضد التاني. تاني شرط أن يتم ترحيل الحامية الرومية. يعني إيه؟ يعني الجنود الرومانيين إن هم يمشوا من مصر ده عن طريق البحر، ولقوا سمح كمان للجنود إن هم ياخدوا معاهم متاعهم وأموالهم وهم آمنون على ده، محدش هيعترض على ده. تالت شرط وهو ألا يعود الروم لمصر تاني مرة ولا يحاولوا حتى إن هم يسترددوها. رابع شرط ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء. وخامس شرط أن يبقى اليهود بالإسكندرية، مفيش أي يهودي يطلع من إسكندرية بمجرد أن المسلمين خلاص دخلوا الإسكندرية أو فتحوا مصر، لا، اليهود يفضلوا زي ما هم في الإسكندرية. دي كانت 5 شروط من شروط صلح الإسكندرية. لو لاحظنا الشروط دي هنلاحظ كمان إن الصلح ده ضمن حقوق عديد من الفئات زي الجنود الروم، زي المسيحيين، زي اليهود، كل واحد كان محافظ على حقوقه، ولأن الشروط دي وضعت من قبل عمرو بن العاص. زائد كمان الصلح ده أكد على مبدأ الحرية الدينية واحترام الآخرين، كل واحد حر في اعتناق الديانة اللي هو عايزها. بعد كده اتجه عمرو بن العاص نحو جنوب مصر، يعني نحو الصعيد، وفتحه. وكان من ضمن طبعا المدن أو البلاد اللي فتحها في جنوب مصر اللي واضحة على الخريطة دي. طيب ايه اللي حصل او ايه النتيجة من فتح مصر؟ تحولت مصر من ولاية بيزنطية مضطهدة دينيا إلى ولاية إسلامية شاركت بدور مهم في بناء الحضارة الإسلامية. خلاص كده هم انتهوا أو خلاص ارتاحت مصر من اضطهاد الديني اللي كان من قبل الدولة البيزنطية، ودخلت في دولة جديدة أو ولاية إسلامية جديدة بقدوم الدين الإسلامي لها. وطبعا مصر كان ليها دور مهم في بناء الحضارة الإسلامية دي. والنتائج اللي فتح مصر برضو إن عمرو بن العاص كان أول والي على مصر. فهنا عندي سؤال، دليل أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر مثالا للسماحة الإسلام. ليه؟ إيه الدليل على ده؟ لأنه منح أهل مصر الحرية الدينية، كل واحد حر طبعا في دينه، وحرص على حماية كمان أموالهم وأماكن العبادة الخاصة بهم، يعني كل واحد حر في اعتناق الدين اللي هو حابب أو مقتنع بيه. زائد كمان الأماكن العبادة بتاعتهم هتفضل زي ما هي، مفيش أي حد هيعترض ليها. ده يدل على سماحة الإسلام.